لو انت لسه مبتدئ او كنت بتتمرن وعايز ترجع تعمل فورمه وتتمرن تاني، او بتتمرن ومواظب بس مفيش نتيجه، خليني اقول لكم على الخطوات الصح علشان ما تضيعش وقت كتير. اول حاجه لازم تعملوها ان انتوا تشوفوا هنبدا منين، يعني نقطه البدايه، ودي بنعرفها عن طريق حاجتين: قياسات الجسم اللي هي الانبادي، وصور ليك سايد وفرونت وباك. هتحددوا ايه الهدف بتاعكم، عايزين توصلوا لايه، سواء زياده عضلات او تقليل دهون او ان احنا نعلي الفتنس او كل دول سوا. تحديد البرامج، وده لازم يكون واقعي، يعني هتحدد البرامج بناء على اللي فعلا هتقدر تعمله، سواء هتتمرن كام يوم في الاسبوع ومده التمرين، الاكل هنمشي على نظام غذائي صارم ولا عايز تبدا واحده واحده. وبعد كل اسبوعين من التزامك هتعمل قياسات لجسمك تاني وتتصور تاني وتشوف الفرق بين اول لما بدات وفي اخر الاسبوعين. اللي حابب اوصله لكم انكم لازم تمشوا على خطه كامله علشان تلاقوا نتيجه، واحنا في تيم عز بنسهل عليك كل ده وبنحط لك دايما الخطط لكل حاجه، من اكل وتمرين ومكملات، لكل اللي يناسبك ويناسب جسمك ويناسب طبيعه شغلك، من ايام تمرين ومده تمرين، وبنديلكم دايما 3 بدايل لكل وجبه، وبنديلكم كمان مكملات تساعدكم ان انتوا توصلوا للنتيجه بدون ما تقعدوا تجربوا في مكملات كتير. اهم حاجه في الموضوع ده ان انتوا تختاروا اهداف واقعيه تقدروا انتوا تعملوها وتقدروا تلتزموا عليها علشان تلاقوا نتيجه، لان كل ما الهدف ما كانش واقعي هتدخلوا في مود اكتئاب ان انتوا ما بتحسوش نتيجه في جسمكم ولا عارفين في نفس الوقت تمشوا على البلان.